نقول هذا الكلام لكي نؤكد مرة أخرى وجديدة، إضافة إلى الكثير من التأكيدات السابقة، على أبناء المجتمع في عاداتهم وتقاليدهم المرتبطة بالمناسبات الاجتماعية أن يحسبوا حسابا لضعفائهم. تريد أن تزوج ابنك، تريد أن تزوج ابنتك، أنا عندي خير، وش عليكم مني؟ بسوي وليمة كبيرة، بسوي عزيمة، بسوي. طيب أنت عندك خير تسوي، بس مو كل الناس في المجتمع عندهم مثل الخير اللي عندك، عندهم مثل القدرة اللي عندك. فإذا أنت سويت والثاني سوى، أرسيتم عرفا وعادة في المجتمع تسبب كلفة للناس الآخرين، وهذا ما نعيشه نحن الآن في مجتمعنا في قضايا الزواج. أمس كنت أقرأ في إحدى الجرائد المحلية تحقيق عن بعض العادات الاجتماعية، مقابلة مع ناس، الجريدة مع أحد الشباب يقول أنا زواجي كلف 200,000 ريال كلف، المهر اللي أنا دفعته لزوجتي 30,000، لكن 170 وين راحت؟ على المراسيم المختلفة. طيب وأنا شاب محدود الداخل، من وين أدفع 170,000 فوق المهر؟ يسبب حرج على الإنسان المتزوج، واللي ما يسوي هالحالة، اللي ما يدفع، ينكسر نفسيا لأنه يصير غير أقرانه. وهذه القضية أجلى في المحيط النسائي. شوية الرجال بعض الأحيان يعني قويين عيون بقولتنا، يعني ما يخالف، اللي بيتحكى خليه يتحكى، بس بالنسبة للبنات والنساء عواطفهم رقيقة، ما تحب أن يكون زواجها أقل من زواج خواتها، بنات خالتها، بنات عمها، بنات عمتها، جيران، تحب تكون في مستواهم. فإذا يصير زواجها في وضع أقل يسبب انكسار لها نفسي. لماذا نحن نضع أبناء مجتمعنا أمام هذا الحرج؟ لأنه بعض الناس عندهم خير ويريد يسوي بكيفه، ما حد يمنعك تسوي بكيفك، بس ترى تتحمل إثم. الإمام عليه السلام يخاطب صاحبه يقول له تذل المؤمنين، أنت تسبب إذلال وانكسار في نفوس الناس في مجتمعك، هل أنت ملتفت لهذا الأمر أو غير ملتفت؟ وكل يوم تنشأ عندنا عادات وأعراف جديدة، وأشرنا إلى بعضها أكثر من مرة، ويحتاج أن نشير، يحتاج أن تضخ ثقافة في المجتمع. نتحكى عن العنوسة، ونتحكى عن العزوبية، ونتحكى عن مشكلة الزواج اللي يعانيها الشاب. من صنع هذه المشكلة؟ نحن صنعناها. هذه المشكلة هذه نتيجة بما كسبت أيدينا، بسبب هالأعراف وهالتقاليد وهالعادات وهالبذخ اللي نسويه صار الزواج أمر صعب، صار الزواج أمر مكلف. طيب وإلى متى نتضرر من هالحالة ونصر على ممارستها؟ هذا ليس أمرا صحيحا ولا معقولا. عشنا أجيال عند العقد يصير عقد الزواج إما في بيت الشيخ أو في بيت العروس، أو كم واحد 4 5 يسوي، إذا واحد هم يريد يجيب شوية حلويات أو أشياء بسيطة وتنتهي المسألة. شيئا فشيئا تحولت حفلة الخطوبة إلى حفلة مثل حفلة الزواج، هم يستاجروا صالة وهم يدعوا الناس، والرجال من صوب والنساء من صوب، وبعض الأحيان إذا في وقت العقد ما صار مجال يسووها قضاء لوجوبه قربة الله تعالى. واحد بعد كم شهر يدعينا حفلة عقد، أخو ابنك قبل كم شهر عقد، قال لي ذاك الوقت ما حصلنا صالة فاضية، واجب شرعي لازم يسويها قضاء لوجوبه قربة الله تعالى. لماذا هذه الطريقة؟ يقول طيب أنا عندي فلوس. طيب أنت عندك فلوس، مو كل الناس عندهم فلوس، ليش نسبب حرج لبعضنا البعض في قضايا الزواج؟ هل عادات وهل